السلام عليكم لي زامي الحبابي لا فامي، تحياتي لمتتبعي ومتتبعات قناة افيكال. وكالعادة عندك عقار باغي تبيعو ولا تكريه، افيكال تكلف ليك بيه دائما مع العقار، وهاد المرة ماشي وسط مدينة اكادير. هاد الساعة حنايا في ضيافة سناء من الديار الفرنسية، اللي من هذا المنبر كنعطيوها التحية وكنشكروها على الثقة اللي وضعتها فينا، وأنها جات خصيصا باش تعطينا العقارات ديالها أننا نتكلفوا لها بالبيع ديالهم. أنا حاليا كنتواجد بالحمر، وتحية للناس ديال الحمر من هذا المنبر. الحمر تابعة تارودانت، يعني بينها وبين أكادير يعني عندك 35 دقيقة، وبينك وبين تارودانت ميم با 10 ديال الدقائق. وكما غادي تشوفوا معنا انني كنعرض لكم منزل للبيع، اللي المساحه ديالو 75 متر مربع، كيتكون من ريد شوسي والبروميي والسطح. بوسيبيليتي ديال تزيد مازال ايطاج اخر عاد باش تزيد لا تيراس. هنا لو ريد شوسي كما كتلاحظوا الكارلاج راه دايز هنا، راه بلاصه ديال لا كويزين خلاتها اختياريه، وكما لاحظتوا حتى السانيتير خلاتو السيده اختياري. كما هنا كتلاحظوا لو ريد شوسي، هنا عندنا صالون كبير، كوزينه. هنايا الصالون كما كتلاحظوا كيطل على لاكور، راها مصبغه الدار، الكارلاج دايز، يعني باقي شي حاجه خفيفه اللي ضروري من الواحد غادي يبغي يدير اللمسه ديالو. هنا كما غادي تشوفوا معنا وكما لاحظتوا في الاول، هنا عندنا دوش طواليت كبير بالكارلاج ديالو، يعني السيده بانيه بلي نورم ديالها. كما قلت لكم المساحه ديال المنزل راها 75 متر مربع. عندنا لو ريد شوسي، وحنا دابا في البروميي كما كتلاحظوا. هنايا جيت لاحظت تبارك الله راه عندهم لا هوتور، يعني العلو ديال السقف تبارك الله راه كاين. الدار راها الناس اللي باغيين هاد لو تيب هذا باغيين يبعدوا على الضجيج ديال اكادير، وباغيين الثمن اللي شويه قليل، راهني جبت لهم هاد العقار اللي كما قلت لكم راه كيتواجد بالحمر. وتحية الناس ديال الحمر من هاد المنبر. الثمن ديال المنزل 54 مليون، الثمن ديال هاد المنزل 54 مليون، بطبيعة الحال قابل للتفاوض. الناس اللي باغيين يتواصلوا معنا ما عليهم الا يعيطوا لنا في 0619 23 64 25، 0619 23 64 25. وكالعادة عندك عقار باغي تبيعو ولا تكريه، افيكال تكلف لك به. كما كتلاحظوا المنزل راه البناء ديالو بناء حديث، يعني باقي جديد، الصباغه باقا جديده، الكارلاج مضروب كامل، يعني اللي غادي يجي باقي ليه لي بلاكار ديالو. وكما قلت لكم السانيتير، والبلاصه اللي جا فيها تبارك الله بلاصه هادئه. دوزنا واحد الفتره من الوقت، يعني فتره زوينه اللهم بارك. هنا كما قلت لكم هذا هو البروميي، كما تشوفوا فيه صالون كبير وجوج بيوت ديال الناس. ولتحت راه كما لاحظتوا صال دو بان، صالون و لا كويزين، عندك لاكور. شوف هنا واحد الاطلاله اللي تبارك الله عليا خضور جريده كما كتلاحظوا، وراه الدار راها مشمسه ونقيه. اللي باغي يتواصل معنا كما قلت لكم ما عليه الا يعيط لنا على رقم الهاتف. هنايا لا تيراس، راه كنقول لكم واحد الجو اللي تبارك الله رائع، جو نقي تبارك الله. هنا السطح تا هو راه كما قلت لكم راه مسبوغ وباقي ليه. اللي غادي يدير ليه اما لا موزيك، بقى ديما الاختيار اما لا موزيك اما الكارلاج يعني الزليج، يعني خلاتو صاحبة العقار يبقى اختياري على حساب داك اللي غادي يقتني هاد المنزل. كمعلومة مهمة أن المنزل راه وراقيه مريقلين، ياك كتبة عدلية، وراقيه كلهم مريقلين. هنايا خرجنا باش نعطيكم البقع اللي غادي تباعوا. دابا حاليا غادي نعطيكم جوج ديال البقع اللي غادي تباعوا،
وهمايا راه في التوتال كاينين بقع اخرين هنا كما كتشوفوا اطلاله على الجبل. البقعه الاولى دايره 11 مليون ونص، فيها 145 متر، 145 متر دايره 11 مليون ونص. وكاينه البقعه الثانيه اللي فيها 650 متر دايره 52 مليون، قابله للتفاوض. يعني عندنا البقعه ديال 11 مليون ونص وعندنا ديال 52 قابله للتفاوض. الا كنتي غادي تجمعهم غادي يكون الثمن هابط، يعني لو بري ديال المتر كاري جايب 800 درهم، قابل شوي للتفاوض. وكما قلت لكم كنبيع لكم المريقل، شي تيتر هنا ما كاينش التيتر، ولكن كاينه الاوراق الشهاده اداريه والمسائل راه كلهم كاينين، يعني الكتبه غادي تدوز عند العدول. نتمنى انني جبت لكم عقار في المستوى، وتحياتي لكم الى عقار جديد ان شاء الله.